في ليلة باردة من ليالي الشتاء، حيث الظلام يغطي أرجاء القرية الصغيرة، وقف الأستاذ عادل أمام باب المدرسة القديمة. كانت الرياح تعصف بأغصان الأشجار، تصدر أصواتاً أشبه بالهمسات المخيفة. أخرج المفتاح من جيبه بيد مرتعشة وأدخله في القفل الصدئ. كان قلبه ينبض بشدة، وكأن شيئاً خفياً يحذره من الدخول، لكن فضوله كان أقوى. فتح الباب بصعوبة، وانبعث صوت صرير عال اخترق السكون. وقف لوهلة يتأمل الممر الطويل المظلم. المصابيح المعلقة كانت تهتز بفعل الرياح، تضيء وتخفت وكأنها تلهو معه. دخل بخطوات بطيئة، موجها الضوء الخافت من هاتفه نحو الحوائط المغطاة بالكتابات القديمة والسبورات المهترئة التي كادت تسقط من مكانها. وصل إلى الفصل الذي كان يدرس فيه طلابه. توقف عند الباب وتنهد، لكنه شعر بشيء غريب. كانت الأرضية خشنة بشكل غير طبيعي، وكأنها قد تم اقتلاعها وإعادة تركيبها. اقترب بحذر وانحنى ليلمسها بيده، لكن قبل أن يتمكن من التفكير سمع صوتاً خلفه. صوت خفيف لكنه واضح، كان أشبه بخطوات صغيرة تسير على أطراف أصابعها. التفت بسرعة، لكن لم يكن هناك أحد، فقط الظلام والسكون. ظن أنه يتوهم، لكن الصوت عاد مرة أخرى، هذه المرة أقرب. بدأ العرق يتصبب من جبينه، وقرر أن يخرج من الفصل، لكنه شعر وكأن الباب قد أصبح أثقل من قبل. دفعه بكل قوته وخرج إلى الممر، لكن المفاجأة كانت في انتظاره. على الجدران بدأت تظهر آثار أيدي صغيرة ملطخة باللون الأحمر، وكأنها تطارده. أصاب الذعر قلبه، وبدأ يجري نحو باب المدرسة، لكن كلما اقترب من المخرج كان يبدو وكأنه يبتعد أكثر. بدأت الأصوات تتزايد، أصوات ضحكات أطفال وبكاء خافت، وهمسات لم يتمكن من فهمها. توقف للحظة ليلتقط أنفاسه، لكنه شعر بيد باردة تمسك بكتفه. التفت ببطء ليجد أمامه طفلاً صغيراً يرتدي زياً مدرسياً قديماً ووجهه شاحب للغاية. قال الطفل بصوت هادئ لكنه مملوء بالحزن: لماذا عدت يا أستاذ؟ لم يكن يجب أن تأتي. تجمد الأستاذ عادل في مكانه ولم يتمكن من النطق. كان الطفل يحدق فيه بعينين واسعتين، ثم أشار إلى الفصل مرة أخرى وقال بصوت مخيف: هناك أسرار لا يجب أن تكشف. الأستاذ عادل شعر برعشة تسري في جسده، لكنه لم يستطع التراجع. كانت عيناه مثبتتين على الطفل الذي بدأ يختفي ببطء وكأنه يتلاشى في الهواء. بعد لحظات لم يبق منه سوى صدى صوته يتردد في الممرات: أسرار لا يجب أن تكشف. عاد عادل بخطوات مترددة نحو الفصل الذي خرج منه. فتح الباب ببطء، وكانت المفاجأة أن الفصل لم يعد كما كان. الطاولات مقلوبة والنوافذ مغلقة بإحكام، لكن أكثر ما لفت انتباهه كانت تلك البقعة الكبيرة في منتصف الأرضية، بقعة داكنة وكأنها تشهد على حادثة مروعة حدثت هنا. اقترب بخوف وبدأ يمعن النظر في البقعة. شعر وكأنها تنبض تحت قدميه، وكأنها تخفي شيئا عميقا. فجأة بدأ يسمع أصواتا خافتة تخرج من تحت الأرض، أصوات تنادي باسمه: عادل، عادل. حاول أن يبتعد، لكن الفضول تغلب عليه مرة أخرى. ركع على الأرض وبدأ يطرق بأصابعه على الخشب. الصوت كان مختلفا، بدا وكأن هناك تجويفا تحت الأرض. نهض بسرعة وبدأ يبحث عن شيء يحفر به. وجد قطعة معدنية مكسورة من إحدى الطاولات، وبدأ يحفر بها الأرضية الخشبية. كانت الحفرة تتسع ببطء، والغبار يتناثر في الهواء. وبعد دقائق من الحفر ظهر شيء غريب. كان غطاء خشبيا مغلقا بإحكام. أزاله بصعوبة وكاد يسقط للخلف من هول ما رأى. كانت هناك غرفة صغيرة تحت الفصل، مظلمة تماما ومليئة بالدمى القديمة الممزقة والكتب المدرسية المهترئة. لكن الأغرب من ذلك كانت الجدران. كانت مغطاة بصور قديمة للطلاب الذين درسهم عادل على مدار سنواته الطويلة كمعلم. لكنه لاحظ شيئا آخر: بجانب كل صورة كانت هناك علامة صغيرة مكتوبة بالدم: تم. تسارعت دقات قلبه وبدأ يتراجع للخلف، لكنه تعثر وسقط. في تلك اللحظة سمع صوت خطوات تقترب من الحفرة. رفع نظره ببطء ورأى رجلا عجوزا، وجهه مليء بالتجاعيد وعيونه مليئة بالشر. قال الرجل بصوت أجش: لقد أفسدت كل شيء يا عادل. كنت أنت الوحيد الذي أثق به، والآن ستصبح جزءا من السر. الأستاذ عادل كان مذهولا، جسده مشلول من الرعب، لكنه بالكاد استطاع التراجع زحفا بعيدا عن الحفرة. الرجل العجوز بدأ يقترب بخطوات ثقيلة، عيونه الثابتة لا تترك عادل. كان يتحدث بصوت يشبه الهمس، لكن كلماته كانت واضحة كأنها تنقش في الهواء: سنوات ونحن نحافظ على هذا المكان، نجمع أرواحهم بهدوء ونخفي الحقيقة عن الجميع،
لكنك يا عادل فضولك سيدمر كل شيء. عادل حاول الوقوف، لكنه شعر بقدميه ثقيلتين وكأنهما مغروستان في الأرض. كانت الأجواء مشحونة بالخوف والهواء أصبح أثقل. العجوز وقف فوق الحفرة ينظر إلى الأسفل، ثم التفت إلى عادل وقال بابتسامة باردة: هل تعرف ما هو أكثر شيء يخيف البشر؟ إنه المجهول. في تلك اللحظة بدأت الجدران تهتز، أصوات همهمات وضحكات مكتومة تعالت من الحفرة، وكأن المكان بأكمله يستيقظ من سبات طويل. فجأة خرجت يدان صغيرتان من الظلام تمسكان بحافة الحفرة. تلاها رأس لطفل شاحب الوجه تماما كالطفل الذي رآه عادل في الممر، لكن هذه المرة لم يكن وحده. خلفه خرجت عشرات الأطفال، وجوههم جميعا خالية من أي تعبير. وقفوا حول العجوز، ثم بدأوا بالاقتراب من عادل بخطوات بطيئة لكنها ثابتة. عادل بدأ يصرخ، لكن صوته اختفى وسط الضجيج. الأطفال كانوا يرددون بصوت واحد كلمات لم يفهمها وكأنهم يستدعون شيئا أكبر. فجأة انطفأت الأنوار تماما وساد ظلام مطبق، ثم بصوت مخيف تحدث العجوز مجددا: أنت الآن جزء من قصتنا يا عادل، وستبقى هنا للأبد. حين عاد الضوء اختفى العجوز والأطفال، لكن الحفرة ظلت مفتوحة وعادل كان يقف بجانبها. لكن شيئا بدا مختلفا. عندما نظر إلى يديه وجد أنهما ملطختان بالدماء، وعلى الجدران ظهرت صور جديدة، صور لأطفال لم يلتقي بهم من قبل، لكنهم كانوا ينظرون إليه وكأنهم ينتظرونه. توقف للحظة، ثم سمع صوت الباب الخلفي للمدرسة يغلق بقوة، وكأن المكان بأكمله يحتجزه داخله. عادل وقف في منتصف الفصل مذهولا مما يحدث حوله. عقله كان يحاول استيعاب الأمر، لكن كل شيء بدا وكأنه كابوس لا ينتهي. الصور الجديدة على الجدران بدت وكأنها تتحرك ببطء. وجوه الأطفال بدأت تبتسم، ولكن تلك الابتسامات كانت بعيدة كل البعد عن البراءة. كانت ابتسامات شريرة تحمل تهديدا صامتا. بدأ يسمع أصوات همسات في كل مكان. الكلمات كانت غير مفهومة، لكنها تزداد وضوحا مع مرور الوقت. أبقى معنا، لن تغادر، نحن عائلتك الآن. حاول عادل أن يهرب من الفصل، لكن الأبواب والنوافذ كانت مغلقة بإحكام، وكأن قوة غير مرئية تمنعه من الخروج. فجأة شعر ببرودة شديدة على رقبته، وكأن شخصا ما يقف خلفه. التفت ببطء ولم يجد أحدا، ولكن عندما نظر إلى السبورة وجد عليها كتابة لم تكن موجودة من قبل. كانت مكتوبة بالدم: لقد تم اختيارك. في تلك اللحظة بدأ الفصل يتغير بشكل مخيف. الأرضية تشققت، والجدران بدأت تسيل منها مادة سوداء لزجة تشبه القطران. الهواء أصبح خانقا، وكأن المكان يغرق في ظلام أبدي. فجأة سمع صوت ضحكة عالية ومدوية، لكنها لم تكن ضحكة بشرية. كانت مزيجا من أصوات الأطفال مختلطة بصوت العجوز الذي ظهر مجددا واقفا عند الحفرة. نظر إليه بعينين مليئتين بالشر وقال بصوت يشبه الأنين: لقد كانت هذه المدرسة دائما مكانا لتعليم الدروس، واليوم ستتعلم درسك الأخير. عادل حاول الصراخ لكنه لم يستطع. الكلمات علقت في حلقه، بينما الأرضية تحته بدأت تهتز بعنف. يدان ضخمتان خرجتا من الحفرة ممسكتين بالأرضية، وكأنهما تحاولان سحب شيء كبير من الأعماق. العجوز رفع يده وأشار إلى عادل قائلا: لقد كنت معلما رائعا، ولكن كل معلم يجب أن يدفع ثمن فضوله. في تلك اللحظة الأرضية تحت عادل انهارت تماما وسقط في الحفرة المظلمة. أحاط به الظلام من كل جانب، والأصوات تتردد في رأسه: أهلا بك في المنزل يا عادل. تشات جي بي تي. عادل وقف في منتصف الفصل مذهولا مما يحدث حوله. عقله كان يحاول استيعاب الأمر، لكن كل شيء بدا وكأنه كابوس لا ينتهي. الصور الجديدة على الجدران بدت وكأنها تتحرك ببطء. وجوه الأطفال بدأت تبتسم، ولكن تلك الابتسامات كانت بعيدة كل البعد عن البراءة. كانت ابتسامات شريرة تحمل تهديدا صامتا. بدأ يسمع أصوات همسات في كل مكان. الكلمات كانت غير مفهومة، لكنها تزداد وضوحا مع مرور الوقت. أبقى معنا، لن تغادر، نحن عائلتك الآن. حاول عادل أن يهرب من الفصل، لكن الأبواب والنوافذ كانت مغلقة بإحكام، وكأن قوة غير مرئية تمنعه من الخروج. فجأة شعر ببرودة شديدة على رقبته، وكأن شخصا ما يقف خلفه. التفت ببطء ولم يجد أحدا، ولكن عندما نظر إلى السبورة وجد عليها كتابة لم تكن موجودة من قبل. كانت مكتوبة بالدم: لقد تم اختيارك. في تلك اللحظة بدأ الفصل يتغير بشكل مخيف. الأرضية تشققت، والجدران بدأت تسيل منها مادة سوداء لزجة تشبه القطران. الهواء أصبح خانقا، وكأن المكان يغرق في ظلام أبدي. فجأة
سمع صوت ضحكة عالية ومدوية، لكنها لم تكن ضحكة بشرية، كانت مزيجا من أصوات الأطفال مختلطة بصوت العجوز الذي ظهر مجددا واقفا عند الحفرة. نظر إليه بعينين مليئتين بالشر وقال بصوت يشبه الأنين: لقد كانت هذه المدرسة دائما مكانا لتعليم الدروس، واليوم ستتعلم درسك الأخير. عادل حاول الصراخ لكنه لم يستطع، الكلمات علقت في حلقه، بينما الأرضية تحته بدأت تهتز بعنف. يدان ضخمتان خرجتا من الحفرة ممسكتين بالأرضية وكأنهما تحاولان سحب شيء كبير من الأعماق. العجوز رفع يده وأشار إلى عادل قائلا: لقد كنت معلما رائعا، ولكن كل معلم يجب أن يدفع ثمن فضوله. في تلك اللحظة الأرضية تحت عادل انهارت تماما وسقط في الحفرة المظلمة. أحاط به الظلام من كل جانب والأصوات تتردد في رأسه: أهلا بك في المنزل يا عادل. في اليوم التالي عندما وصل أهل القرية إلى المدرسة بعد أن لاحظوا اختفاء الأستاذ عادل، وجدوا الأبواب مغلقة بإحكام، لكنهم لاحظوا شيئا غريبا. على الحائط الخارجي ظهرت صورة لعادل بابتسامة مرعبة وعيناه تحدقان مباشرة فيهم. منذ ذلك اليوم لم يجرؤ أحد على دخول المدرسة مرة أخرى، وظلت مغلقة. لكن في كل ليلة مظلمة كان سكان القرية يسمعون أصوات ضحكات وهمسات تأتي من الداخل، وكأن المدرسة تروي قصتها لمن يجرؤ على الاستماع. ولكن القصة لم تنتهي تماما. بعد سنوات من بقاء المدرسة مهجورة، قررت مجموعة من الشباب الجريئين الدخول إليها كجزء من تحدي البحث عن الأماكن المهجورة. كانوا يحملون كاميراتهم ويخططون لتوثيق كل شيء. فور دخولهم شعروا ببرودة غريبة وكأن شيئا ما يراقبهم. بدأوا في استكشاف الفصول، وعندما وصلوا إلى الفصل الذي كان يدرس فيه الأستاذ عادل وجدوا الحفرة مغلقة بألواح خشبية جديدة، لكنها كانت تهتز وكأن شيئا تحتها يحاول الخروج. أحدهم وهو الأكثر جرأة اقترب من الحفرة وحاول رفع الألواح، وما إن فعل ذلك حتى انطلقت صيحة مخيفة من أعماق الأرض، وأغلقت الأبواب والنوافذ بقوة، تاركة المجموعة محاصرة في الداخل. أصوات الضحكات والهمسات عادت من جديد، ومعها كلمات مكررة: لقد عدتم، أنتم جزء من القصة الآن. عندما حاول أحدهم الهرب رأى شيئا مكتوبا على السبورة: بعض الأسرار يجب أن تبقى مدفونة، وإلا ستأخذ معها كل من يحاول كشفها. وفي اليوم التالي لم يعثر على أثر للشباب. الكاميرات التي تركوها خارج المدرسة كانت مليئة بمقاطع غامضة تظهر فيها ظلال غريبة، وصرخاتهم تتلاشى في الظلام. أصبح لغز اختفائهم حديث القرية، وزاد من رهبة المدرسة المهجورة. إذا أعجبتكم القصة وأحداثها الغامضة، لا تنسوا تسجيل إعجابكم بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم المزيد من هذه القصص المثيرة والمرعبة. اكتبوا رأيكم في التعليقات. ما هو الجزء الذي شدكم أكثر؟ وهل تعتقدون أن المدرسة تخفي أسراراً أخرى لم تكتشف بعد؟ انتظرونا في الحلقات القادمة، فالقادم أكثر إثارة وغموضاً.